فيديو متأخر جدا جدا انا عارف، بس هتعذروني لما تعرفوا انا كنت عايز اطلع الفيديو ده بكواليتي عامله ازاي. انا كنت عايز اجيب له عده تصوير وكاميرا، بس للاسف ما توفقتش لده. انت ممكن تتفاجئ اصلا دلوقتي ان انا بصور بريلمي سي 55، بس ايا كان انت هتستفيد من الفيديو ده سواء لسه بتفكر تجيب الجهاز او حتى جبت. من شهرين بالظبط كنت سالتكم لو حد جاب الاونر 90 ايه هي المشاكل اللي واجهته، عشان هعمل فيديو هقول فيه المشاكل اللي واجهتني والمشاكل اللي واجهت الناس التانية. فاهو يلا من غير ما نضيع وقت كتير، انا احمد السيد، والنهارده هنعرف عيوب خط الفئه المتوسطه الاونر 90. العيوب اللي ظهرت معايا انا مقسمهم 3 ليفلات. ليفل تقدر انت تحله بنفسك، والليفل الثاني لازم الشركه هي اللي تحله بسوفت وير ابديت، والليفل الثالث مش هتعرف تحله، هتكون مضطر انك تتعايش معاه. وصدقني هتتفاجئ من العيوب اللي ظهرت. ولو لقيتنا واحنا ماشيين كده استخدمت اي فيديو من مصدر خارجي ما تقلقش، الفيديوهات دي انا مستخدمها بس عشان تعلي كواليتي الفيديو. تعالوا بقى نتكلم عن عيوب ليفل 1. بسم الله ما شاء الله كده، وانت اول لسه ما بتفتح الجهاز لا هتلاقي لا مشغل فيديوهات ولا مشغل موسيقى. مش عارف ليه اونر اصلا ما اهتمتش بالهويه بتاعتها وعملت لك انت المشغلات دي بنفسك. يعني لو قلنا مثلا انك ممكن تحل المشكله دي بانك تحمل تطبيقات خارجيه من جوجل بلاي، فالتطبيقات دي هتكون فيها اعلانات ومش هتديك التجربه المثاليه بتاعه تطبيق يكون الشركه هي اللي عاملاه. بس انا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل كده بتاع موبايل الشخصي، انا كنت حملت مشغلات شاومي، مشغل الفيديو ومشغل الموسيقى بتاعه، بس برضه للاسف مش عارف امنع الاعلانات بنسبه 100%. فانت يعني لو كنت خارج من نظام تشغيل قبل كده مثلا شاومي، ريلمي، اي حاجه، حاول تبعتهم من جهاز لجهازك الاونر اللي انت جايبه. والمشكله الثانيه من الليفل ده بقى هي جوده السكرين ريكورد. يعني انت كبني ادم طبيعي ممكن تحب تصور الشاشه بتاعتك بجوده عاليه، بس للاسف جوده السكرين ريكورد هنا من النظام نفسه منخفضه جدا. يعني ممكن تلاقي الجوده بتاعه تصوير الفيديو ده واصله ل 576 بي، اللي هو حتى ما قربتش من ال 720 اساسا. وحتى لو حبيت تزودها فانت مش هتعرف، لان انت مش هتعرف تتحكم فيه. فالمشكله دي بتتحل بالبرنامج ده. برنامج ممتاز جدا ومفيش عليه اعلانات وشغال بكفاءه عاليه. يعني حتى لو جينا نبص على السكرين ريكورد اللي هو اخده هنلاقيه بجوده اوكي. وطبعا لينك اي برنامج هنستخدمه في الفيديو هتلاقيه موجود تحت في الديسكربشن. العيب الثالث بقى متخصص في الرامات. لو تفتكروا في فيديو موبايل الشخص برضه كنت قلت لكم ان شاومي فيها منظف للرامات. التطبيقات اللي بتبقى شغاله في الخلفيه كان هو بيقفلها، لان في بعض التطبيقات ما كانتش بتقفل لما بتنظفه من القائمه الرئيسيه دي. المشكله دي لقيت لها حل من الجهاز نفسه، وهي عن طريق الكاردز اللي بتكون بره. يعني ممكن تدخل على كاردز وتكتب بوست، هتلاقي البرنامج ده موجود من ضمن الكلاسيك ويدجز، وبمجرد انك تضغط عليه هياخد سنه بسيطه كده وهينظف لك التطبيقات اللي شغاله في الخلفيه كلها. ندخل بقى على طول على ليفل 2، ودي العيوب اللي لازم الشركه تحلها بسوفت وير ابديت. اول حاجه في الليفل ده هي تسجيل المكالمات، وللاسف جهاز اندرويد في الفئه السعريه دي مفيش فيه تسجيل مكالمات، مع ان اغلب الاجهزه وممكن اجهزه اقل منه الخاصيه دي موجوده فيها عادي. انا عارف ان الميزه دي ممكن تفرق مع بعض الناس جدا، فلو انت عامل حسابك عليها للاسف هي هنا مش موجوده، واتمنى ان هي تنزل في الماجيك او اس الجديد. ولنفرض مثلا انك كنت بتتفرج على حاجه على الجهاز وما شفتهاش كويس وعليت السطوع ورجعت لاستخدامك العادي تاني وعايز تنزل السطوع بقى، بما انك عارف انك لو عليت السطوع انت مانوال بايدك فانت مضطر تقفل السطوع التلقائي وتفتحه تاني عشان يرجع للوضع الطبيعي بتاعه. بس ابقى قابلني بقى، ده العيب التاني، لانك لو نزلت الستاره مش هتلاقي السطوع التلقائي موجود فيها. انت لازم تدخل على السيتنجز ثم الديسبلاي والبرايتنس وتقفل السطوع التلقائي من جوه الاعدادات نفسها وترجع تشغله تاني. فاللي هو يا سيدي العزيز ايه اللي هيحصل لكم لما تضيفوا الخاصيه دي في الستاره الرئيسيه؟ العيب التالت في الليفل ده ليه دعوه باليوتيوب. يعني احيانا وانت تتفرج على فيديوهات بجوده 360 بما ان الباقات عندنا محدوده هنا في مصر وبسم الله ما شاء الله على جوده النت عندنا، هتلاقي ان الفيديوهات بتقطع. طول ما انت بتتفرج على الفيديو هتلاقي فيه تقطيعات وتنتيشات غريبه كده، هتقعد تقدم تاخر في الفيديو مش هتتحل غير لما تعلي الجوده عن اي حاجه تانية. وساعات برضه حتى لو انت على جوده عاليه بس زودت سرعه الفيديو شويه هتلاقي التقطيعات دي رجعت تظهر تاني. وعيب غتت برضه شفته مستفز وتكرر اكتر من مره دلوقتي بس مش راضي يظهر وانا بصور الفيديو حاليا. انت بتبقى على الهوم بتاع اليوتيوب ومحتاج تدوس على فيديو، تضغط مهما تضغط عليه ابقى قابلني لو فات، بياخد وقت كتير جدا كده، ولو عايز تختصر ممكن تقفل اليوتيوب وتفتحه تاني عشان الفيديو بتاعك يقفل. فالصراحه دي مشكله عبيطه جدا على جهاز بالفئه السعريه دي وفي المعالج ده. انا لو تواصلت مع الشركه هقلب لهم بهجه صابر بجد. دلوقتي لو معايا خنجرين. العيب اللي ما قبل الاخير واللي الصراحه اتفاجئت جدا انه موجود هنا، انت في اي جهاز عادي عايز تعمل نسخه من تطبيق تاني عندك هتقدر تعمل كده بسهوله جدا،
اونر بقى اتدخلت هنا وعامله لك تطبيقات بمزاجها، انت اللي تعرف تعمل لها نسخه تانية، بس ما تعرفش انت تحدد تطبيق بعينه تعمل له نسخه تانية. الشركه هي اللي محدده لك التطبيقات اللي ينفع يتعمل لها. ما هذا الغباء؟ انا مش عارف. العيب الاخير في الليفل ده هي اقتراحات الكاميرا. يعني انت مثلا بتبقى بتصور بالعدسه العاديه وخلاص الفوكس ظبط ولسه هتلقط الصوره اهو، يقوم الاي اي متدخل في حياتك كده بلا هدف ويقوم يشغل لك الكاميرا المايكرو منه لنفسه. طب ما هو احنا لو شركه طبيعيه وبنفهم نقترح على المستخدم اللي بيستخدم الكاميرا ان دلوقتي تصور بالكاميرا المايكرو، بس ما نشغلهاش واحنا بنفسنا. تظهر لي في اقتراحات كده يا عم، ولو انا عايزها ادوس عليها عادي. بما انكم شركه متحكمه بصحيح، فدي برضو عايزها تتحل بالسوفت وير ابديت الجديد، ان هي ما تشتغلش غير لما انا ادوس عليها، لان الموضوع ده يشيل جدا. الليفل الثالث بقى، وده شبه ما بقول عليه كده ليفل الوحش، العيوب اللي هتاخدها وهتلبس فيها. واول حاجه في الليفل ده هي الفريم البلاستيكي الرخيص اللي من اول يوم هتلاقيه بينقر وفيه العلامات دي. والله بجد وما ببالغ، من اول يوم استخدام الفريم حصل فيه الحاجات دي. ومش مضطر اكلمك برضو عن خامات التصنيع. البلاستيك اللي موجود هنا بلاستيك خفيف، يعني انت مثلا في اجهزه اقتصاديه انا مسكتها يعني مش هتحس بجوده البلاستيك ده، انما الجهاز هنا فيه بلاستيك رديء والجهاز خفيف، فانت مش هتحس خالص احساس البريميوم النهائي، اللي هو انت مثلا مش جايب جهاز معدي ال 20000 ايه. فرفعه الدولار اللي فاتت دي انا شفت سعره وصل 27000، بس مش عارفين ممكن في النزله دي هينزل جامد، ربنا يستر وينزل تاني. حرام نبقى وصلنا لكل ده وانت لسه ما عملتش لايك. العيب الثالث من الليفل ده برضه هو زجاج الشاشه، ودي ليا موقف معاه وحابب احكيه لكم بصراحه. انا اول ما جبت الموبايل كان لسه لا عليه سكرينه، كان بالسكرين الجيلاتين بتاعته دي والجراب العادي بتاعه اللي جاي معاه في العلبه، اللي بالمناسبه اصفر برضه. فشايل حاجه على كتفي ومنور بفلاش الموبايل، ويشاء القدر ان الحاجه اللي على كتفي دي تخبط في فيشه موجوده على السلم، فالفيشه تخبط في الموبايل، فالموبايل يقع على الارض. والارض ايه؟ اللي هو البلاط القديم ده اللي هجيبه لكم في صوره هنا دلوقتي. خلاص بقى انا قلت الشاشه دي انتهت، الشاشه اتكسرت، بنزل اجيبه وقلبي بيدق، بص مش عارف هعمل. فبطلعه الحمد لله الشاشه طلعت سليمه، اللهم في رملايه بس دخلت كده تحت السكرين الجيلاتين فشلتها. فده ممكن يبين لك ان طبقه الحمايه اللي موجوده على الشاشه كويسه، بس ابلع بقى، انا شلتها وعينك ما تشوف الا النور. هتروح تركب سكرين جيلاتين تانية من بره، زباله الزباله النوعيات اللي موجوده هنا. والحمد لله حاليا دلوقتي متوفر في مصر سكرينات كويسه للجهاز، والسكرينه اللي عليه دي جايه من الامارات بالمناسبه، الله يصلح حاله اللي مركبها، شوف بقت عامله ازاي دلوقتي، سائل خرج من تحتها. فالمهم ما علينا، فهو انت تركب سكرين جيلاتين، السكرين جيلاتين اللي هتركبها هتطلع وهتشال، تركب واحده كمان هتطلع وهتشال برضه، لحد ما ركبت 4 سكرينات جيلاتين، واخر ما زهقت كلهم بيطلعوا من مكانهم فسبته من غير سكرين. جيت بعد اسبوع يا معلم في خدوش خفيفه كده على الشاشه، والخدوش اللي هي بتضايق دي لو واحد عنده عقده البرفكشنزم الزياده الخدوش دي هتخليك تشد في شعرك. فاللي هو حاول على قد ما تقدر اول ما تجيب الجهاز تركب له سكرينه، وياك تسيبه من غير سكرين. وازاز الكاميرات كده برضو في خدش خفيف، والخدش ده لحد دلوقتي مش عارف وصل منين، فلو عرفت برضو تركب سكرين على ازاز الكاميرات كان بها. يعني لو تركزوا شايفين الخدش ده معرفش ظهر منين ولا ايه اللي جابه. عيب كمان في الجهاز هي السماعات الاستيريو، فعلا انا متفق معاكم في النقطه دي، مفيش جهاز في الفئه السعريه دي المفروض يكون بسماعه مونو. هو كجوده صوت من السماعه نفسها بما انها سماعه مونو فهي كويسه والصوت عالي، بس بجد ما ينفعش يكون جهاز في الفئه السعريه دي مفيش فيه سماعه ستيريو. اكتر عيب صحيح بكرهه في الجهاز ده هو مستشعر المكالمات. طبعا شبه ما احنا عارفين هنا المستشعر سوفت وير، هو شغال كويس جدا في المكالمات العاديه، اللي هو لما حد يتصل عليك وانت تكلمه يعرفك بقى في اي حاجه بتسمع فيها ريكورد على الواتساب، ريكورد على الماسنجر، ريكورد على التليجرام، حاجه في منتهى الزباله. انا كنت بشكر فيه اول ما جبته، لانه اول ما الجهاز جه كان شغال تمام والعيوب دي ما ظهرتش فيه. بعدها بشويه بقت تظهر المشاكل. يعني انت حاليا مثلا بتسمع ريكورد اهو، الجهاز اتحرك سنه بسيطه هتلاقيه جاب لك شاشه سوداء واشتغل على السماعه الداخليه بتاعه المكالمات. محتاج اقول لك الحركه دي بتستفز الواحد قد ايه، ودي مشكله ما هتتحلش، يعني السوفت وير ابديت مش هيلغاها 100%، فاللي هو ايه انت هتضطر تتعايش معاه لو جبت الجهاز ده. اعمل حسابك ان مفيش مستشعر حقيقي هاردوير. عيب برده كمان موتور الفايبريشن اللي موجود هنا هو موتور اقل من العادي اساسا، اللي هو حتى زنه الجهاز انت مش هتحس بيها، فاعمل حسابك على النقطه دي. عيب كمان مش عارف احنا ذكرنا كام عيب في الليفل ده لحد دلوقتي، بس هو عيب وعيب فضيحه الصراحه. انا واحد صاحبي اعرفه جاب الريلمي 11 برو بلس وجربت الجهازين قدام بعض، وبالمناسبه دي انا قلت له انا عايز اعمل مقارنه ما بينه وما بين الجهاز اللي معايا، فهو قال لي نعم. فهو اتفق معاه على اتفاق، قال لي لو الناس عايزاك بجد تعمل مقارنه اعمل كومنت وشوف الكومنت ده هيجيب كام لايك. فالنقطه دي واقفه عليكم انتوا، لو عايزين مقارنه حقيقيه وما بينه وما بين الريلمي 11 برو بلس، كومنت اللي هتلاقوه تحت ملوه لايكات عشان يشوفوا ويجيب لي الجهاز اعمل بيه مقارنه. المهم يعني النقطه اللي بتكلم فيها في العيوب دي هي الثبات بتاع المثبت البصري في الجهازين، فضيحه يا جماعه. الصوره قدامه بتلاقيها مدغوشه ومفيش خالص. شبه ما قلت لكم اهتموا عشان انا بصراحه عايز اعمل المقارنه دي. نيجي بقى للعيب الاهم
هل الجهاز بيسخن فعلا؟ بص هو ولا وحاجه غريبه، يعني انا ممكن العب كول اوف ديوتي بالساعه والساعتين والجهاز شغال تمام يا دوبك يدفي. ببجي ساعتين 3 ساعات الجهاز شغال معاك والمعالج اداؤه مستقر. تيجي اللعبه شبه انتو ذا ديس دي واللي مش عارف فيها ايه ومخليه الجهاز يعمل كده، من اول ربع ساعه الجهاز بيدفي، نص ساعه تلاقي الجهاز ولع. اللي هو مش عارف اللعبه دي بالذات ايه المميز فيها يخلي الجهاز يعمل كده، مع ان المفروض لعبه شبه كول اوف ديوتي او حتى ببجي تقال على الجهاز اللي هو جهاز شغال اونلاين كتير وفي استهلاك رايح للمعالج. اللعبه دي بتخلي الجهاز يولع. والله انا لدرجه احيانا بخاف من السخونه اللي وصلها بقوم قافل الجهاز. فمش عارف لو حد تاني قابلته المشكله دي يا ريت يكتب لي في الكومنت. العيب الاخير بقى من الليفل ده وهندخل على العيوب اللي واجهت الناس، هو دقه الشاشه الرئيسيه. والصراحه يعني حسنه الجهاز ده الوحيده اللي المفروض هتكون مبهور بها هي الشاشه، بس للاسف فيها عيب، انت مش هتعرف تستخدم امكانيات الجهاز الكامله بالنسبه للبطاريه. يعني انت هتكون عامل دقه الشاشه على سمارت والفريم ريت على دايناميك، انما لو عوزت انك تاخد الجوده العاليه وتعلي الفريمات وتعلي دقه الشاشه على هاي وتعلي الفريمات تخليها 120، البطاريه هتتنسف معاك من اول اليوم. فانت جايب لي شاشه ممتازه بس لو عليت امكانياتها شويه البطاريه هتروح. دي حاجه مضايقاني جدا لان الشاشه اللي في الجهاز ده مش هقول لك انضف شاشه، هي من انضف الشاشات اللي في الفئه المتوسطه كلها. طيب دي كانت المشاكل اللي واجهتني انا، تعال بقى اما نشوف المشاكل اللي واجهت الناس اللي اشترت الجهاز ده. صديقنا هنا بيقول الهاتف معي من اول ما نزل، الكاميرا سيئه بصراحه، الاداء حلو لكن مع الضغط عليه بيهنج وبيقفل باور لوحده. مشكله قفل الباور دي مشكله اتفق معاها وبشده لانها حصلت معايا ممكن 3 4 مرات كده. اول ما الجهاز جه في الاول خالص وانت بتستخدمه ممكن تلاقيه قفل باور لوحده وتحسه اكنه عمل ريستارت لنفسه، والمشكله ان هو كان بياخد وقته، اللي هو اكنك عامل له ابديت ولسه بيثبته. المشكله دي اتكررت اكتر من مره وفعلا اتفق معاها، بس حاليا ما عادتش بتحصل دلوقتي. مش عارف ليه، ممكن بالسكيورتي ابديت اللي نزل الجهاز في الفتره الاخيره دي حلت المشكله. فلو نزل لك ابديت، اي ابديت ينزل لك نزله وقول لنا دلوقتي المشكله اتحلت معاك ولا لسه. صاحبنا هنا برضه بيقول وكمان الكاميرا ال 200 ميجا بكسل انا مش شايف تفاصيل فيها حتى حق 50 ميجا بكسل، وكمان معالجه الصور البورتريه الليليه والاجسام البعيده زفت. انا اتفق معاك في حته معالجه الاجسام البعيده، لان الصراحه انت لما بتزوم في الصوره مش بتشوف فيها التفاصيل الكامله اللي انت متوقع تاخدها منها، اللي هو الهايب اللي كان طالع على كاميرا الاونر 90 والمعالجه الجميله و200 ميجا بكسل الكلام ده في الاجسام البعيده بالذات مش بتشوف. دي متفق معاك فيها. حته معالجه البورتريه والصور الليليه دي لا، وهقول لك على الحل دلوقتي. لو نفتكر في الفيديو اللي عملته عن كاميرات الاونر 90 واللي رشح لك انك تشوفه، لان في حاجات كتير جدا ممكن تكون غايبه عن بعض الناس. كانت اونر بعت رساله للمستخدمين اللي هو حاولوا تستخدموا الووتر مارك، لان الووتر مارك ساعدت في تجربه التصوير لبعض المستخدمين، وانا كنت بستخدم الووتر مارك اللي هي الديفولت دي اللي هي اول واحده، فبجرب بالصدفه كده واستخدمت الووتر مارك الثانيه اللي هي فيها العلامه اللي تحت دي، وبالصدفه اتفاجئت من النتيجه. الصراحه بورتريهات ممتازه، اي نعم مش هتنافس اجهزه الفلاج شيب، بس بقول لك النتيجه اللي طلعت ما كانتش بتظهر قبل كده. يعني حتى شوف الصوره دي، شوف البوكا افكت والتفاصيل والعزل اللي بالملي وتحديد الاطراف، الحاجات دي ما كانتش بتظهر في الووتر مارك الثانيه. فيعني حاولوا تجربوا الووتر مارك وقولوا لنا تجربتكم برضو ايه اللي حصل معاه. اخونا هنا برضو بيقول صوت مونو بهذا السعر مهزله القرن، معالج جيد، شاشه فوق الممتازه، وكاميرا رائعه تقارن افضل من الاي 54. اتفق معاك وبشده، وانا قلت لك ان نقطه السماعات المونو في العيوب دي حاجه الصراحه مهزله جدا. مشكله هنا برضو من اخونا العزيز بيقول اخي الكريم اشتريت هونر 90 من يومين، بس في مشكله في مكالمات الفيديو ماسنجر او اي مكالمه فيديو بيهنج ومش لاقي حل، والسرعه عندي 100. المشكله دي برضو مرتبطه بصاحب الكومنت اللي بعده اللي بيقول انا الجهاز معايا وبصراحه السوفت وير بيقع كتير وبيهنج بعمليات متوسطه مش حتى كثيفه. للاسف خاب ظن بالسوفت وير اللي كان الكل بيمدحه، وبما انك قلت كده فانا حابب اضيف لكم المعلومه دي، السوفت وير بينتش. يعني هحكي لك على موقف دلوقتي حصل معايا. كنت بصور فيديو في مره وفتحت خلاص اللي هو الانيميشن لما بتدوس على الكاميرا اب ده بيظهر، وجاب لي شاشه سوداء اللي هو فضلت واقف كده لا عارف اخرج تاني للهوم، ولما خرج عارف انت العلامه الخضراء اللي هي بتاعت استخدام الكاميرا دي اللي هي بتطلع فوق هنا، فضلت موجوده في الخلفيه والكاميرا مش شغاله اصلا، فضل جايب لي شاشه سوداء. وحاجه هنا بقى حصلت قدام الكاميرا وعايز اصورها لكم. واخد انت بالك من التقطيع اللي بتظهر دي لما بتدخل على بار الاخبار اللي في الجنب ده وبترجع تاني؟ اخد بالك انت من التقطيع اللي بتحصل دي؟ شفتها؟ طب بص بقى دلوقتي، شايف لما بتدوس على الابلكيشن بيقعد ثانيه كده سنه التاخير دي، شايفها اللي هو لما بتدوس عليه ما بيفتحش بسرعه على طول شبه ما انت كنت متعود اول ما جبت الجهاز. المشاكل دي ما ظهرتش وانت الجهاز لسه معاك جديد، فتقريبا انا هضطر ان انا اعمل ريبوت للجهاز ده،
عامل له ضبط مصنع من اول وجديد تاني. يعني المشكله دي ما قابلتنيش انا لوحدي اهو، في ناس تانية اشتكوا من مشاكل السوفت وير دي، فممكن نلم بعضنا كده ونبعت شكوى الاونر ان هم يحلوا المشاكل دي في السوفت وير ابديت اللي جاي. صديقنا هنا برضو بيقول انا اشتريته في فرنسا ب 600 يورو، ما واجهتني فيه اي مشاكل من ناحيه الاستخدام العادي والالعاب والتصوير والبطاريه كله تمام. طب يا سيدي الحمد لله، على الاقل في جهاز طلع سليم اهو، ولا ايه عشان جايبه من فرنسا يعني. صاحب الكومنت ده برضو بيقول ركز على السوفت وير ومستشعر المكالمات والبطاريه، وقول لنا خبايا الواجهه والسوفت وير اللي اكتشفتها بما انك بتفهم اكتر مننا يا ابو حميد. حبيبي يا اسطى والله. طيب المشاكل احنا ذكرناها وكلنا قلناها. خبايا السوفت وير ده بقى هي مش فيه حاجات كتيره غير مثلا اللهم عارف انت لما لو معاك جهاز شاومي كده كنت هتلاقي سكانر اللي هو بيمسح الكيو ار كود. انا اول ما فتحت الجهاز ما لقيتش الخاصيه دي فيه، فكنت حملت لها برنامج خارجي، بس اكتشفت انك لما بتسحب من فوق اللي هو قبل السحبه بتاعه الستاره دي هتلاقيها موجوده فوق هنا جنب السيرش، بمجرد انك تدوس عليها هتلاقي اشتغل معاك عادي. حاجه تانية مثلا اللي هو السكرين شوت، السكرول سكرين شوت برضه، والسكرين ريكورد اللي قلت لك خبطتين وكده، والحاجات اللي هي بره اللي هي اللوك سكرين مقفوله انك تفتح وتسحب لفوق هتلاقي عندك فلاش تايمر ريكورد الحاجات دي. انما غير كده فالواجهه مش فيها خبايا كتير، مش مثلا شبه واجهه ريلمي اللي فيها كستمايز اكتر او واجهه شاومي اللي فيها خبايا كده وحاجات مستخبيه في النص. يعني الواجهه مفتقده لحاجات كتير جدا الصراحه. وبكده يعني نكون خلصنا الفيديو المهم جدا ده اللي شفنا فيه عيوب الاونر 90 وما ذكرناش فيه اي ميزه، لان الفيديو ده كان متجه مخصوص ناحيه العيوب. عايزك تقول لي رايك في العيوب اللي ظهرت دي، هل ممكن تتجاهلها وتجيب الجهاز ولا ممكن تكون صرفت نظر عنه؟ بجد والله وما بكدب الفيديو ده اتبذل فيه مجهود ابن جباره، يعني تصور 3 مرات وتسجل له صوت مرتين. فلو عايز تدعمني اللي هو تشجعني كده ان انا اكمل واقدر، لايك سبسكرايب رايق وحلو كده وكومنت عاش. يعني والله الناس اللي بتقول كمل اخوك من كذا، اخوك من العراق، اخوك من مصر، اخوك، بص الكومنتات دي بتفرق معايا بطريقه رهيبه. يلا ما تنسانيش بقى من الشير، اللايك، كومنت، سبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.